لازم يكون في هلا صوت. لازم يكون في هلا صوت. في صوت يا اخوان؟ الاخوه المتابعين على اليوتيوب، لازم يكون في صوت. لا اعتقد انه في صوت. بستنى كتابتكم. تمام. مرة أخرى أسعد الله مساءكم جميعا كل الأخوة المتابعين. ما راح أطول الحلقة كتير على اليوتيوب، في بعض الأمور اللي راح نتحدث فيها وهامة للغاية، خصوصا الأخبار اللي طلعت اليوم. طبعا اليوم صدر من الإدارة الذاتية بيان هام للغاية، ألا وهو طلبات الإدارة الذاتية من حكومة أحمد الشرع، وحكيناها الصبح. شروط، طبعا هي سبع شروط، 8 شروط، بس في شرط غير مذكور وهو قصدا بهذا الموضوع. هذا الشرط أنا راح أحكي لكم شو هو حسب تحليلي الشخصي. طبعا الشروط هي شروط الإدارة الذاتية الديمقراطية لانضمام قسد للجيش السوري. 1. خروج القوات التركية من الأراضي السورية، هذا أحد الشروط الأساسية. 2. القضاء على تنظيم داعش لضمان الأمن والاستقرار. 3. تحقيق سلام مستدام بعيد عن الحلول العسكرية والتدخلات الخارجية. 4. عدم خضوع الحكومة الانتقالية للضغوط والتدخلات التركية. 5. الاعتراف بقسد كمؤسسة وطنية ساهمت في محاربة الإرهاب وحماية وحدة الأراضي السورية. 6. إشارة استفهام. 7. إبقاء خصوصية قسد داخل الجيش السوري المستقبلي. 8. التمسك بالنظام اللامركزي وإدارة بعض المؤسسات بشكل مشترك مع الحكومة المركزية، مثل الهجرة والجوازات والسجل المدني والعقاري. وهلا راح نفسر أكثر بهاي المواضيع. طبعا الصوت عالي، اللي عنده الصوت عم بيقول عنده الصوت واطي، أتمنى من حضرته هو يرفع الصوت من عنده، لأنه أنا الصوت عندي آخر درجة، رافعينه لآخر درجة. طبعا هلا نجي شروط الإدارة الذاتية الديمقراطية لانضمام قسد للجيش الوطني. طبعا على كل الصفحات نشروا 8 بنود و6 ما نشروا. هل هو خطأ كتابي؟ هل تعتقدون أنه خطأ كتابي أم هو متعمد؟ هل هو خطأ كتابي أم هم تعمدوا أنه في شرط ما ذكروا؟ انتظر كتابتكم. أيضا تشاركوني الأخوة الموجودين على اليوتيوب، تشاركوني أيضا رأيكم. هل هو تعتقدون أنه متعمد أم خطأ كتابي بالأرقام؟ وهذا شيء أعتقد أنه مستحيل يعني متعمد. طيب هلا راح نجي شو هو الشرط السادس وماذا تعتقدون؟ طيب خلونا نرجع على الشروط الأولى. الشرط الأول خروج القوات التركية من الأراضي السورية، هذا الشرط الأول. 2. القضاء على تنظيم داعش لضمان الأمن والاستقرار. 3. تحقيق سلام مستدام بعيد عن الحلول العسكرية والتدخلات الخارجية. 4. عدم خضوع الحكومة الانتقالية للضغوط والتدخلات العسكرية. 5. الاعتراف بقسد كمؤسسة وطنية ساهمت في محاربة الإرهاب وحماية الأراضي السورية. 6. إشارة استفهام. 7. إبقاء خصوصية قسد داخل الجيش السوري المستقبلي. 8. التمسك بنظام اللامركزية وإدارة بعض المؤسسات بشكل مشترك مع الحكومة المركزية، مثل الهجرة والجوازات والسجل المدني والعقاري. طبعا أنا بيهمني البند الأخير طبعا، والبند 6 اللي هو مبهم غير معروف. البند الأخير شو يعني اللامركزية؟ وبعدين بيقولوا لك الحكومة إلها بس الهجرة والجوازات والسجل المدني والعقاري، معناته كل الأمور الثانية راح تكون بإدارة الإقليم،
باللامركزية، وأنا شرحت لكم باللامركزية ماذا تعني. اللامركزية موسعة، اللامركزية الموسعة ممكن تصل إلى سقف عالي جدا، يوصل إلى أكثر من سقف الكونفدرالية أيضا عندما يكون موسع جدا. طبعا هون فقط عم بيقول لك راح تكون الهجرة والجوازات والسجل المدني والعقاري، هذا أمر طبيعي بكل دول العالم سواء كانت فيدرالية أو كونفدرالية أو أي شيء، إنه الأمور هاي تكون فيها موظفين مدنيين تابعين من المركز، هذا أمر طبيعي للغاية. طبعا هون يدل إنه طلبات الإدارة الذاتية سقفها عالي جدا، سقفها عالي جدا. هلا بدنا نرجع للبند 6، البند 6 اللي أخفوه، وأنا شفت على صفحات كتير من صفحات التابعة لقسد حايطين كل هالشروط هاي إلا البند 6. طبعا هذا الكلام مو من عندي، مشان تعرفوا هذا الكلام منشور بصفحات قسد كلياتها، سواء على التليجرام، سواء على الفيسبوك، سواء على كله. وهلا في تصريحات تانية للقادة رح نربطها مع بعضها مع هاي التصريحات اللي طلعت. البند 6 حسب اعتقادي واللي هم خافينه هو متعلق بعفرين حصرا، فما أظهروا هذا البند لحتى ما يربكوا اللي موجودين في عفرين أو الكتائب اللي هونيك، أو يحصل فيها يعني أمور لا تحمد عقباها. أنا أقدر أقول لكم هذا الكلام. طبعا هون أنا ما بدي أضر أهل عفرين وأضر الناس اللي موجودين، ما راح أكشف حسب اعتقادي شو هو بالضبط في عفرين، لكن راح أقول لكم بكل وضوح إنه هو متعلق بعفرين ومتعلق باسترجاع عفرين، البند 6. وهذا راح نشوفه خلال الأيام القليلة القادمة. طبعا بعدها طلع الرئاسة المشتركة لمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية أفين سويد: الإدارة الذاتية تجدد التأكيد أنها ستكون جزء من الحل عن طريق الحوار مع الحكومة الانتقالية، وتأمل أن لا ترضخ الحكومة للتدخلات التركية. طبعا شفنا نحن أكثر من بند وبندين وثلاث بنود على مسألة التدخلات التركية، وهنا رح نحط تحليل سياسي بعد شوي. طبعا صدر بعدها أيضا بيان أو تصريح من أبو عمار قائد قوات الشمال في قوات سوريا الديمقراطية. شو قال فيها؟ قوات سوريا الديمقراطية تفكك خلية لتنظيم داعش الإرهابي في الرقة. قوات سوريا الديمقراطية قوات سوريا الديمقراطية القبض على 3 إرهابيين نفذوا عمليات استهداف قواتنا والمدنيين. في قائد آخر في قوات سوريا الديمقراطية تابع لواء الشمال ذكر بأنه لا يوجد أي مساومة ولا بأي شكل من الأشكال على أنه قصد تلقي سلاحها. هذا كله كلام عاري عن الصحة، ولا يوجد مثل هذا الكلام. بعدين صدر لقاء أو بيان من السيد آلدار خليل: الاحتلال التركي يسعى لتقسيم سوريا وحماية سد تشرين مسؤولية الجميع. حذر آلدار خليل من خطورة الهجمات التي يشنها الاحتلال التركي والمرتزقة على مناطق شمال وشرق سوريا، مؤكدا أنها تستهدف تمزيق وحدة الأراضي السورية. وقال: حماية سد تشرين مسؤولية الجميع، والمقاومة ضرورة حتمية، والمقاومة ضرورة حتمية. طبعا صدرت أيضا تصريحات جديدة، واليوم كانت القوات الروسية تتجول في مدينة القامشلي. اليوم القوات الروسية كانت تتجول وظهرت صور للقوات الروسية وهي تتجول في مدينة القامشلي. تذكروا الكلام اللي قلنا لكم إياه أنه خلال الفترة اللي فاتت وكان يروجوا إلها بشكل كتير السوركيين بأنه القوات الروسية انتهت وانسحبت وكذا وهاي. القوات الروسية لم تنسحب أبدا من سوريا، ومتواجدة في كل نقاطها على الخريطة السورية، عشان نكون واضحين، متواجدة على كل نقاطها في الخريطة السورية، ولم تتغير أبدا وضع القوات الروسية ولا الإيرانية أيضا، مشان تعرفوا، ولا حتى الإيرانيين الموجودين، كلهم أساسا مخفيين وبحماية الروس. طبعا اليوم كان في زيارة هامة جدا
إلى دمشق. طبعا ولأول مرة هاي تحصل، استقبل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني الخميس وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس في قصر الشعب بدمشق. شو تفهموا من الدلالات من هذا التواجد؟ وقبرص بدأت بالتسليح بشكل كبير جدا، ووقعت اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية ببناء قواعد وشراء أسلحة متطورة جدا من الولايات المتحدة الأمريكية، وبناء قواعد بريطانية وأمريكية على أراضيها، وبنفس الوقت أيضا اتفاقية مع إسرائيل أيضا دفاعية مشتركة، واتفاقية أيضا مع مصر. واليوم متواجد رئيس وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورئيس الحكومة الانتقالية أحمد الشرع يستقبلون وزير الخارجية القبرصي، وهذا لحث أحمد الشرع للابتعاد عن الإتراك قدر المستطاع، والباقي فهمكم كفاية فيه. وأفادت وكالة سانا الرسمية أن الرئيس السوري استقبل برفقة وزير الخارجية أسعد الشيباني الوزير القبرصي والوفد المرافق له. ونشرت وسائل إعلام محلية أن الطرفين سيناقشان عدة ملفات من بينها موقف قبرص من رفع العقوبات عن سوريا، تحرير اللي كتب هذا تحرير سعد اليازجي. هلا هنا بدنا نقول خبر هام للغاية، وأنا اللي نشرته في غرفة التليجرام، وهذا له كمان مدلولات كبيرة جدا. اسمعوا: إدارة ترامب تعيد تشكيل استراتيجياتها تجاه الشرق الأوسط وتستبعد تركيا من خطط الأمن والتجارة. بدأ وزير خارجية الأمريكي ماركو روبيو جولة إقليمية يقود فيها محادثات رفيعة المستوى مع إعطاء الأولوية لإسرائيل والمملكة العربية السعودية. يعني وزير الخارجية الأمريكي بدأ الآن جولة في الشرق الأوسط، راح تكون جولته الأولوية لإسرائيل والمملكة العربية السعودية ودول الخليج، والإشراف على توسيع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، ومحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا في الرياض، أولويات تبعيته. وفي الوقت نفسه تجد تركيا التي كانت ذات يوم شريكة رئيسية للولايات المتحدة الأمريكية في المجالات الأمن والوساطة نفسها مستبعدة بشكل كامل من العملية. وتتركز أجندة روبيو على 3 مجالات رئيسية، هي تسهيل محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا في المملكة العربية السعودية، وهو الدور الذي كانت تركيا تتطلع أن تكون فيه في السابق. احنا بنعرف أنه تركيا حاولت كتير أنه تلعب دور الوساطة ما بين روسيا وأوكرانيا، وكانت بدها تحصل على هذا الشرف العالمي. وتذكروا دعوة أردوغان لزيلينسكي وبوتين لزيارة وإقامة مفاوضات في أنقرة في عديد من المناسبات، لكن كلها باءت بالفشل. هالمرة هذا الدق سفين بشكل كبير، وتركيا كانت تساوم بالنسبة لموضوع أوكرانيا وروسيا ودعمها لأوكرانيا والوقوف مع روسيا مرة مترنحة هنا وهناك دائما على أمل أن تساوم فيها على شرق الفرات. لكن الأوروبيين والأمريكان رفضوا هذا الموضوع بشكل قطعي، ففشلت كل الجهود التركية في استضافة زيلينسكي وبوتين على الأراضي التركية، وخسرت تركيا كثير بالتعويل على الملف الأوكراني. نرجع نعيد هاي الفقرة: تسهيل محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا في المملكة العربية السعودية، وهو الدور الذي كانت تركيا تتطلع بأن تكون سباقة فيه. تعزيز ممر التجارة EMES، تتذكروا هذا الممر اللي أنا ما بعرف اسمه شو راح يسموه،
وطلعت لكم قبل سنتين بالخرائط وشرحت لكم إياه بشكل موسع جدا. وبعدين بعد سنة تقريبا طلع نتنياهو وعرضوا على أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالخرائط، وعرض الخريطة السوداء أيضا، وقلت لكم هاي الخريطة السوداء هي أساسا فشلت، وكانت تركيا من ضمن تلك الخريطة اللي كانت على أساس إيران وقطر وروسيا رائدة فيه وفشلت، فسماها الخريطة السوداء نتنياهو. اليوم يظهر اسم الممر التجاري سموه IMAC سموه هذا المشروع. على كل لو بعرف كان اسمه كان قلته وقتها، بس ما بعرف شو اسمه كان راح يسموه، الذي يتجاوز تركيا لصالح المملكة العربية السعودية وإسرائيل ومصر. أيضا هذا يتجاوز أيضا تركيا من أي اتفاق اقتصادي أو مشاريع اقتصادية مستقبلية بشكل نهائي. تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بما في ذلك المناقشات حول الأمن وإعادة أعمار غزة. يعني زيارة روبيو راح تكون من أجل تعزيز العلاقات مع إسرائيل بما في ذلك حول إعادة الأمن وأعمار غزة. ورغم الموقع الاستراتيجي، هنا الفقرة البسيطة هنا، ورغم الموقع الاستراتيجي لتركيا باعتبارها العضو الوحيد في حلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط، فعلا هي العضو الوحيد، فإن روبيو لم يحدد موعدا لزيارة أنقرة، وهو القرار الذي ينظر إليه على أنه تجاهل متعمد وسط تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا. برجع بعيد المقالة. إدارة ترامب تعيد تشكيل استراتيجياتها تجاه الشرق الأوسط. يعني إدارة ترامب الآن بدأت بالمرحلة الأولى بتشكيل علاقاتها في الشرق الأوسط من الناحية الاستراتيجية، وتستبعد تركيا من خطط الأمن والتجارة. تستبعد تركيا بشكل متعمد من خطط الأمن والتجارة. بدأ وزير خارجية ماركو روبيو جولة إقليمية يقود فيها محادثات رفيعة المستوى مع أعطاء الأولوية لإسرائيل والمملكة العربية السعودية ودول الخليج، والإشراف على توسيع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، ومحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا في الرياض. وفي الوقت نفسه تجد تركيا التي كانت ذات يوم شريكة رئيسية للولايات المتحدة في مجال الأمن والوساطة نفسها مستبعدة من العملية. طيب، هذا الطريق التجاري أنا شرحت لكم إياه راح تكون مهتمة جدا في مطار في ميناء دبي، ومن ميناء دبي إلى المملكة العربية السعودية، ومن المملكة العربية السعودية إلى الأردن، ومن الأردن إلى ميناء حيفا وميناء غزة في إسرائيل. طيب، هلا السؤال الذي يطرح نفسه، أين موقع قطر من هذه العملية التجارية؟ هلا هنا بدي أحط تحليلي الشخصي أنه قطر خلال الفترة القليلة القادمة عندما تعلم أنه تركيا استبعدت بشكل كامل من أي مشاريع أمنية أو اقتصادية في المنطقة، ستتوجه بأنه تمد أنبوب الغاز عن طريق الأنبوب اللي نفسه اللي ذاهب إلى إسرائيل ومنه إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وبهذا يكون تم الاستغناء بشكل واضح وكبير جدا عن الغاز الروسي بالنسبة لأوروبا، ولن تستطيع روسيا ابتزاز أوروبا في الفترة القادمة نهائيا. في الفترة القادمة نهائيا طبعا. وتتركز أجندة روبيو على 3 مجالات رئيسية، هي تسهيل محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا في المملكة العربية السعودية، وهو الدور الذي كانت تركيا تتطلع فيه في السابق لأن يكون لها دور. تعزيز ممر التجارة اللي يسموه IMAC الذي يتجاوز تركيا لصالح المملكة العربية السعودية وإسرائيل ومصر. تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بما في ذلك المناقشات حول الأمن وإعادة الإعمار في غزة. طبعا، ورغم الموقع الاستراتيجي لتركيا باعتبارها العضو الوحيد في حلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط، فإن روبيو لم يحدد موعدا لزيارة أنقرة،
وهو القرار الذي ينظر إليه على أنه تجاهل متعمد وسط تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا. طبعا في تصريحات عديدة أيضا، تصريحات أخرى لترامب امبارح ونتنياهو حكيت لكم إياه، وقال بشكل واضح بأن يعتقدون بأن تركيا ربما تكون دولة معادية لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. وهذا تصريح خطير جدا ظهر البارح على لسان نتنياهو وترامب أيضا. طبعا في لقاء آخر مشان نربط الأمور كلياتها مع بعضها هلا بعد ما ننتهي من هاي كلها. القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية الجنرال المظلوم عبدي لمجلة أوريان 21 الفرنسية: في الوقت الراهن لم تعد الميليشيات الموالية لتركيا والتي تقاتل فيما بينها قادرة على تحقيق أي تقدم على الجبهة. في الوقت الراهن لم تعد الميليشيات الموالية لتركيا والتي تتقاتل فيما بينها قادرة على تحقيق تقدم على الجبهة. أصبح مقاتلين سوريا الديمقراطية حسب تصريح مجلة أوريان 21 الفرنسية، أصبح مقاتلون قوات سوريا الديمقراطية أفضل تدريبا وتجهيزا وذو خبرة متزايدة، أنهم يستخدمون شبكة واسعة من الأنفاق وبدعم من السكان ألحقوا خسائر كبيرة بالميليشيات الموالية لتركيا. طبعا اليوم كان في أيضا على الصحافة السويسرية أيضا أخبار عن 6 تشرين، أخبار عن 6 تشرين على الصحافة السويسرية، وقالت بأن الأهالي يذهبون لمناصرة قوات سوريا الديمقراطية بالرغم من أنهم يتعرضون إلى الإبادة على يد الأتراك والكتائب التابعة لها. طبعا في خبر آخر أيضا هام للغاية: أمريكا ترفض مشروع قرار أممي يدين روسيا. يعني بدأت بوادر الحل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. كشفت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة الأمريكية بصدد رفض قرار أممي يدين روسيا، وذلك بعد أن كانت الولايات المتحدة إحدى الدول التي تبنت غالبية قرارات الأمم المتحدة الداعمة لأوكرانيا ضد روسيا منذ اندلاع الحرب أو الصراع ما بين الطرفين. طبعا هذا الحل طبعا راح ينعكس بشكل كبير على الوضع السوري. طبعا مثل ما قلنا لكم الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية التابع لقصد محمود حبيب: كل الأخبار التي تتحدث عن حل قواتنا هي أخبار كاذبة وعارية عن الصحة، ودخولنا إلى الجيش السوري سيكون ككتلة عسكرية ذات خصوصية. تذكروا امبارح الكلام هذا اللي قلت لكم إياه. كل الأخبار التي تتحدث عن حل قواتنا هي أخبار كاذبة حسب تعبير محمود حبيب الناطق باسم قوات الشمال الديمقراطي التابعة لقوات سوريا الديمقراطية: دخولنا إلى الجيش السوري سيكون ككتلة عسكرية ذات خصوصية. طبعا هاي هي كل اللي تقريبا التصريحات اللي خرجت اليوم. واضح جدا بأن المملكة العربية السعودية دخلت على خط الوساطة ما بين قوات سوريا الديمقراطية وأيضا قوات قسد، وهذا تغير استراتيجي واضح للغاية، بأنه يتم الآن إبعاد الأتراك بشكل واضح، وأنه لا يكون سوريا المستقبل وجود للتركي فيها، وهذا لن يقبل فيه إسرائيل أيضا ولا تقبل فيه الولايات المتحدة ولا الدول العربية بشكل نهائي. فكل تقارب مع قوات سوريا الديمقراطية بالنسبة للحكومة السورية المؤقتة الآن هو عبارة عن إقصاء للأتراك فيها. طبعا أنا تحدثت لكم بشكل واسع في الأيام القليلة اللي راحت أيضا عن الاتفاقيات اللي حصلت، وخصوصا اتفاقيات البترول الآن، وهي عبارة أساسا عن اتفاقيات قديمة ليست جديدة، هي كانت موجودة أساسا دوليا، كانت متفق عليها مع النظام السابق أيضا
حتى تعرفوا كان الضغط هذا موجود بالنسبة للدول العالمية بأنه يتم مد أيضا الدولة السورية مين ما كان شكلها أيضا بعقود وتم التوقيع عليها، لكن في عقود جديدة لم يكشف عنها، لكن سمعنا أخبار على بعض الصفحات العالمية أيضا بأنه المملكة العربية السعودية أرسلت وفد تقني للإشراف على حقول البترول اللي خارجة عن العمل لإعادة تأهيلها مرة أخرى، وهذا ضمن طبعا العقوبات اللي مفروضة على سوريا لا تنتهكها وبموافقة الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هذا بيعطيني دلالة أنه خلال الفترة القليلة القادمة رح نشوف أيضا بعض الشركات الأجنبية وخصوصا الشركات الأمريكية اللي راح تدخل أيضا على الخط في عقود طويلة الأمد بالنسبة للثروات الباطنية الموجودة في سوريا، وهذا أمر هام للغاية. أنا حكيت لكم بكل وضوح لا يوجد أمام الشرع أي فرصة بأنه يحصل على اعتراف دولي وأنه تنرفع العقوبات إلا عن طريق القامشلي، وهذا أمر واضح للغاية، وبدأ تأكيد عالمي لهذا الموضوع بأنه لا يمكن للحكومة السورية أبدا بأي شكل من الأشكال بأنه تعوم وتقبل دوليا وعربيا إلا عن طريق قوات سوريا الديمقراطية والتوافق معها. فهذا أمر فهموه بشكل واضح جدا الإدارة الجديدة الآن اللي موجودة في سوريا، فهموه هذا. هلا انتم بدكم تشوفوا الكثير من هدول السوريين اللي بيطلعوا اللي بيقول لك والله كوع قسد وراح يحطوا السلاح وكل هذا الكلام. هاي إلى الآن هي محاولة إيش يائسة من الميت التركي بالحرب الخاصة المقيمة على قوات سوريا الديمقراطية واللي فشلوا بكل أشكالها بصراحة. أنا بقول لكم إياه، فرح تستمر هاي الحرب الخاصة أيضا لفترة قصيرة جدا. أنا أعتقد أن المواقف الدولية خلال 4 أو 5 أيام أو أسبوع أو أسبوعين بعد انتهاء ال3 أشهر اللي تحدثنا فيها سابقا بأنها سوف تتغير بشكل كبير جدا، وراح نشوف يعني راح نشوف خلال الأيام القليلة القادمة تغيرات دولية هامة للغاية، هامة للغاية. وراح نشوف أيضا جرأة أكبر في مواجهة تركيا من قبل الدول العالمية سابقا. يعني كنا نشوف احنا سابقا كانت كلياتها يعني مواقف خجولة جدا، راح ينقلب فيها التصريحات الدولية سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الأوروبية بشكل واضح وكبير جدا ضد الأتراك، وهذا راح يولد حالة من اللبكة الدبلوماسية عند الدبلوماسية التركية في المرحلة القادمة. لم يبقى للأتراك الآن أي أوراق للعب عليها خصوصا في سوريا. أنا بقول لكم إياه بكل وضوح، حتى الكتائب اللي كانت بتدعمها يعني أصبحت هشة وأصبحت ضعيفة جدا، لن يستطيع الأتراك التعويل عليها. بالنسبة للجيش التركي لن يسمح لها بأي شكل من الأشكال أنه تستخدم قواتها وهي أساسا تعاني. وكنا في حديث قبل ما نجي على منصة اليوتيوب مع هذا الأخوة وتحدثنا بشكل واسع عن الأزمة الاقتصادية وكمية الديون الهائلة اللي موجودة على تركيا اللي تفوق 400 مليار، يعني نصف تريليون دولار تقريبا. تحدثنا أيضا بالمواضيع السياسية أيضا والأزمة الداخلية الموجودة في تركيا، وهي أزمة سياسية عميقة جدا وصعب جدا حلها. فلذلك الأتراك لا يملكون أوراق قوية جدا واقتصادهم متهالك جدا ولا يحصلون على أي مساعدات. هناك أمر هام للغاية، وأنا هذا بحب أنه أنتم تحتفظوا فيه، لأنه أنا أعتقد أنه قريبا بعد الاتفاق الروسي مع أوكرانيا سيتم أمر هام وخطير للغاية. وهذا الأمر الهام والخطير عندما يتم الاتفاق مع الروس على اتفاقية السلام في أوكرانيا سيتم حل حلف الناتو بشكل نهائي. واحفظوها هاي، سيتم حل حلف الناتو بشكل نهائي بس لا تخلص بشكل
نهائي محادثات أوكرانيا وروسيا ويتفقوا عليها. طبعا أنا قايل لكم على شو راح يتفقوا. راح يتفقوا على الأربع أقاليم. إقليم القرم الخامس هو راح يبقى على روسيا. ممكن يحطوا إنه قوات أوروبية أو دولية هي اللي تكون موجودة، وقوات فصل ما بين الروس والأوكرانيين. ممكن كمان بعد فترة يكون في استفتاء، وأنا أعتقد راح يكون على المدى الطويل، يعني راح يقولوا بعد 20 عام أو 15 عام من توطيد الأوضاع وبعد ما يعود كل السكان إلى مناطقهم مثلا، سنقوم باستفتاء هل يريد شعب هذه الأقاليم الانضمام إلى روسيا أو يريدوا الانضمام إلى أوكرانيا. هذا كمان وارد ينحط في الحسبان. لكن الآن خلال الفترة القادمة راح يطالبوا أنه الإدارة تكون مشتركة ما بين الروس وما بين الأوكرانيين. راح يوصلوا على هيك حل تقريبا يعني. طبعا كمان الأوكرانيين محتلين أراضي كتير للروس مشان يساوموا عليها بالأراضي تبعيتهم. راح يتم تبديل بعض المناطق أيضا، وراح تصير فيها اتفاقيات سلام منتهى. راح يكون على حساب إيش؟ حلف الناتو أيضا اللي راح طالب روسيا انه نحن وصلنا لاتفاقيه سلام والان ولا يوجد عداء ما بيننا وما بين الولايات المتحده او اوروبا. فاذا لابد من حل حلف الناتو. طبعا هون حل حلف الناتو هو مطلب امريكي بالذات ايضا، لانه الولايات المتحده الامريكيه بدها تتخلص من كل هؤلاء الدول اللي ما بتدفع نهائيا في حلف الناتو، خصوصا الدول اللي كانت في حلف وارسو في الفتره الاخيره واللي دخلت لحلف الناتو ولا تستطيع الدفع 4 إلى 4.5 إلى 5% من ناتج الدخل القومي لكل دولة حسب اتفاقية الناتو. فلذلك سيتم حل هذا الحلف وإخراج تركيا منها، وعند إخراج تركيا منها ستفقد تركيا كل المميزات اللي كانت موجودة بالنسبة لها أيضا. وفي حلف جديد راح يتشكل، لا أعتقد أنه راح يحطوا الأتراك فيه، وراح تكون في دول شرق أوسطية عديدة جدا مثل إسرائيل راح تكون موجودة فيه، والمملكة العربية السعودية أيضا راح تكون موجودة فيه، والإمارات ممكن تكون موجودة فيه. وممكن أيضا راح أعطيكم دولة ممكن راح تستغربوا أنه هي راح تكون فيها أيضا في هذه الاتفاقية، هي إيران. إيران ممكن أنه تدخل لهذا الحلف. أمر غريب، أمر صعب فهمه، أمر سابق لأوانه، لكن حتى إيران ممكن تدخل فيه لو تغير سلوكها وتوصل معهم إلى اتفاقيات، وخصوصا تتخلى يعني بعد فتوى الخامنائي اللي أصدرها أيضا بالتخلي عن المفاعل النووي الإيراني أو تخصيب اليورانيوم. هذا أمر كمان أعطى ضوء أخضر لبدء مباحثات مع الغرب. الإيرانيين مدركين تماما بأنه وجودهم ومصيرهم أصبح على المحك وخطر جدا لهم. وأنا قلت لكم الإيرانيين أذكياء جدا، مع رغم الاختلاف اللي بيني وبينهم سياسيا، لكن الإيرانيين معروفين بأنهم خبراء سياسيين وأذكياء جدا، وأذكى من الأتراك بمراحل عديدة جدا. فالإيرانيين راح يتجنبون بشكل أكيد أي تقسيم لإيران، وهم اللي راح يقوموا من نفسهم بتغيير نفسهم حسب ما مطلوب منهم. وراح نشوف إيران بشكل جديد مختلف تماما عن الشكل اللي عليها. لكن الأتراك تحدثنا قبل البرنامج أيضا، وكانت العديد من الأخوة في مكان آخر، أنه الأتراك ذاهبين إلى مأزق كبير جدا، وخصوصا أنه بدأ وجود الدولة التركية بشكل كامل، سيبدأ خلال عام أو عامين آخرين بالتهديد وجودها بشكل نهائي. وهذا أمر خطير جدا. إن لم يدرك الأتراك بسرعة الأوضاع الدولية القادمة بالنسبة لهم، راح يتعرضون إلى التقسيم لا محالة. راح يتعرضون إلى التقسيم في الفترة القادمة لا محالة، لأنه الأوضاع السياسية والدولية بدأت تتغير بشكل كبير جدا، والمنافسة الاقتصادية على المشاريع والمعابر الاقتصادية أصبحت شديدة جدا. وكل الحلول اللي حاول الأتراك خلال الفترة القليلة القادمة أن يقوموا بها ويجدون حلول سريعة، هي حلول ترقيعية غير مجدية نهائيا.
خلال الفترة القليلة القادمة راح نشوف تغيرات وتصريحات جديدة بشكل كبير، وعداء لتركيا يزداد ويكبر مع الوقت، وهذا أمر واضح جدا من خلال التصريحات اللي بدأت الآن شهرين ما استلم ترامب، وبدأت التصريحات تظهر بالعداء بالنسبة لتركيا. طبعا الوجهة راح تتغير من إيران بعد الانتهاء من إيران والحصول يعني على ما تريده إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من إيران، ستتغير الوجهة إلى تركيا، وهناك راح تكون تغيرات كبيرة جدا. طبعا أنا ذكرت أمر هام للغاية، وهو معاهدة سيفر اللي كانت تنص على إنهاء الدولة العثمانية. بمجرد حل القضية الأوكرانية والتقارب الروسي الأمريكي الأوروبي، راح يكون هناك أيضا التفكير بإعادة معاهدة سيفر مرة أخرى وتقسيمها، وإعطاء الروس الوعود التي قطعوها عليهم في عام 1916 إلى العام 1918. كان من ضمن تلك البنود المهمة للغاية إعطاء الروس جزء من أراضي الدولة العثمانية، وخصوصا في منطقة مضيق بوسفور واسطنبول وإزمير. هاي المنطقة العليا كانت حسب اتفاقية دول الحلفاء آنذاك بأن تكون من نصيب روسيا وقتها، لكن حصول الثورة البلشفية خلال العام نفسه واستلام لينين إلى روسيا وإنشاء الاتحاد السوفيتي هو اللي أجل هاي المعاهدة. وذهبوا الفرنسيين أيضا ووقعوا اتفاقية وتسمى باتفاقية أنقرة الشهيرة، اللي كانت هي بالأساس خوفا من امتداد لينين نحو تركيا الجديدة اللي أنشئت، أو الدولة العثمانية عفوا الدولة العثمانية. فلذلك حافظوا على الدولة التركية وقتها وجلبوها إلى طرفهم، وانتقل البريطانيين بمفاوضات استمرت 6 أشهر في لوزان، ووافقوا على بقاء الدولة التركية بمقابل بأنها ما تروح باتجاه الاتحاد السوفيتي اللي كان متشكل جديدا آنذاك. فلذلك راح الاتحاد السوفيتي ورجعت روسيا اللي راح تصبح حليفة قريبا للولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بعد ما تنتهي قضية أوكرانيا، وراح نشوف إعادة تفعيل كل الاتفاقيات اللي كانت سابقا موجودة. طبعا اليوم فتحنا بشكل استثنائي على منصة اليوتيوب فقط دعم المنصة. أتمنى من كل الأخوة اللي موجودين معنا في اليوتيوب أنهم يفعلوا الجرس ويضيفوا القناة ويشاركوها مع كل أخوانهم، لأنه راح نصير أبث بالنهار خلال الصباح، فترات الصباحية فقط أيضا على اليوتيوب، مشان أهلنا الموجودين في سوريا وفي باكور وروجهلات. أيضا كل الحب والاحترام لكل الأخوة اللي كانوا موجودين معنا. خلال الأيام القليلة القادمة راح نبث فترة أطول. أشكر كل الأخوة اللي إجاوا من المنصات الثانية ودخلوا على المنصة. تحياتي لكم وأتمنى لكم ليلة سعيدة إن شاء الله. في حلقة قادمة أنا راح أرجع للمنصة هذيك وأطلع عند الأخوة مرة ثانية. كل الحب والاحترام لكم وأتمنى لكم ليلة سعيدة.